العنوان: صبر الإمام يا ريس نفد. اللي بيحصل للأئمة شيء مهين. الأمر زاد عن حدوده في كل مسجد. الأوامر من الوزير وجبان نفاد فوري فوري، إن شاء الله مني مش أي فرد ولا أي حد. صكوك علولة صكوك علولة، مني عايز من معايا من رواتبي وإن كان عاجبني. والناس يا ريس في كبد. الناس فقيرة بمنع تسول، وانا اللي بغرق في التسول او بقوة او بحرج، والشد شد. الوزير خلى حنا بزراميت. المقام ضاع خلاص، الهيبة منا ولا لينا اليوم وغد. يا رئيسنا مش كل مسجد تلقى فيه ناس غناي او معاها او عايزة تدي، راح علينا سبت حد والاسبوع والعام كله. كل العمر خلاص بنعاني، نفسي نعود زي زمان ونكون جد. ولا عاد قيمة ولا في مقام ولا في درجة ولا في حتى معاملة وحسنة. واسأل حد. كل إمام في الأوقاف والله بيعاني. كل إمام في الأوقاف والله بيعاني، سواء في وظيفته أو بعد معاش. فيه إيه بعد؟ هو بيكرم ولا في إيه؟ ليه يتهان؟ ليه تعاملوه بدرجة مشينة؟ سبحان ربي واحد أحد. سيدنا نبينا ورث علم مال ما تركش، وكمان قال إن العلماء هم الورثة لنا من بعد. ليه يتهان؟ ليه يتعامل بالطريقة دي؟ فينها مكانته وفينها درجته، هبته وقيمته؟ نفسي نجد يا ريس سيسي أي إمام بينا مهان من اللي بيحصل. كل مجانا كل أوامره والله بتفز. والله بتفز. ادفع ليه في صكوك لوزارة. ادفع ليه في صكوك لوزارة ولا مطالب جوه إدارة أو في المسجد؟ ليه عايزيني أعدها مد؟ ليه عايزيني أمدها مد؟ يتولى حالي منبوذ مش عارف أعيش حتى يا ريس بعد معاش ولا علاوات، قصد الخمسة ولا في حقوق. قول لي نزد، قلنا نزد، قول لي نزد. يتولانا المولى يا ريس. ولا عاد منبر ولا في إمام. اوعى تصدق لما يقولوا مش شبعان وبياخد أخد. كل مساجد الدنيا في مصر كله معاني، كاسنا مرار ولا عارفين فيها نعيش. كدنا كد والله جد. امتى امامنا فيها يرتاح؟ كل إمام كله جراح كله آلام بيعاني فيها، ولا متكرم ولا منساب فيها من حد. فين هيروح؟ فين ما يروح؟ قالوا وعادوا كله عليه، والله ما ينفع. اتوصى يا ريس فيها بإمامنا رجل الدين. عليه اتعد. الإمام اليوم مهان. فين كرامته؟ فين مكانته؟ فين درجته؟ وفي تعامله فين مراح؟ ما بقاش جد ولا عاد عمة ولا عاد لمة. راحت والله هبة الأمة. صبر الإمام يا ريس نفد. صبر الإمام يا ريس نفد.